جراديشار بالنسبة لي كان نجم من نجوم الأهلي في ماتش الزمالك. ليه كان نجم نجوم من الأهلي في ماتش الزمالك؟ تعالى مع بعض أوريك الحالات لجراديشار اللي قدر يبقى فيها محطة كما يجب أن يكون، وكمان الهدف اللي صنعه بمهارة كبيرة جدا. وقبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك عشان تساعد في انتشار الفيديو، ويلا بينا. ودي أول كورة معانا، ورغم بعد جراديشار عن الكورة الملعوبة غلط من البداية، ورغم إنه كان أبعد عن الكورة من عبد الله السعيد ودونجا، لكنه وصل للكورة الأول ورقصهم كمان ورجع الاستحواذ تاني للأهلي بمنتهى المهارة. وتاني كورة معانا هنا هي كورة معتادة، وهي هروب مدافعين الزمالك والقيام بدور المحطة بشكل مثالي. بص المحطة جراديشار هنا قدر ازاي يسند الكورة بدماغه رغم صعوبتها ورغم ضغط مدافع الزمالك عليه. وللعلم جراديشار كسب كل الكرات الهوائية اللي بالدماغ تقريبا اللي كانت مشتركة، سواء مع الونش أو مع حسام عبد المجيد كمان. ودي كورة تانية بيقوم بيها بدور المحطة الذكية جدا، وقدر يسند الكورة بالسنتيمتر يا حبيبي، بالسنتيمتر لإمام عاشور اللي أخدها وكان هيعمل انفراد بسبب تمرير الجراديشار المميزة بدماغه. ده غير طبعا تحركاته مميزة جدا على الأطراف واستحواذه على الكورة، وكمان سرعته الكبيرة اللي بيقدر يكسب بيها كور كتير مشتركة. ومش عايزك تنسى انه كل الاداء ده وهو مهاجم وحيد بيلعب على 3 مدافعين وتقال كمان زي الونش وحسام عبد المجيد، والمدافع الثالث ده اللي مش فاكر اسمه. وزي ما قلت لك ان الونش وحسام عبد المجيد ما بقوش عارفين يعملوا معاه ايه، ولا عارفين ياخدوا منه ولا كورة عالية زي ما انت شايف كده، فبدأوا يضربوه زي ما الونش اداله كوع في الكورة اللي انت شايفها دي. كورة الراجل طالع فيها اخد كوع والحكم ما ادالوش اي حاجة، ومحدش عيط ومحدش اتكلم عليها. مهاجم رايق جدا يا جدعان والله العظيم. شوف كده الكوره دي كمان، حسين الشحات هنا مش قادر يجري ووقف، ما هو راجل برضه سنه كبير، نزل لحقه على طول جراديشار واستلم الكوره منه ورقص كمان دونجا بسهوله، وسلم الكوره لصانع العاب الفريق بمنتهى الدقه والمهاره. شوف طول الماتش انت بتعملش حاجه غير ان انت بترتكز على جراديشار اللي بيستلم دايما رغم انه مضغوط عليه ب3 مدافعين، ويسلم على طول لصانع اللعب او اي لاعب جاي من تحت. ودي بقى اللقطة الأهم لجراديشار في ماتش الزمالك، اللقطة اللي لو لأي مهاجم تاني في اللقطة دي هيعلق، هيقف ومش هيعرف يعمل إيه. ممكن يرجع الكورة، ممكن يطلعها أوت، يفكر في حاجات كتير قوي، إلا إنه يفكر في اللي جراديشار عمله ده حتى لو وسام أبو علي نفسه، لأن جراديشار مهاجم واثق في نفسه وإمكانياته، ومهاجم سريع قدر بسرعته يكمل بالكورة ويعمل الدريبلينج كمان، ويعمل عرضية بالمقاس يا حبيبي على دماغ أشرف بن شرقي، عرضية ما عملهاش محمد هاني الباك اليمين للأهلي من التسعينات من أيام ما كان ناشئ. فجراديشار مهاجم عالمي في النادي الأهلي وصفقة مربوحة. وبكده نبقى عرفنا مع بعض ليه جراديشار كان نجم من نجوم الأهلي، وفعلا يستحق إن هو يبقى أساسي في الفترات اللي جاية، على حساب كمان وسام أبو علي. منافسة في صالح الفريق بين وسام أبو علي وجراديشار، نجم ومهاجم الفريق في الفترة الحالية. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وبس كده، سلام.